يا صباح الفل، يا صباح القشطة على عيونكم يا حبايب قلبي، ومساء الفل منين ما يوصلكم الفيديو النهاردة يا جماعة. رائع رائع بصراحة، الفيديو جميل وممتع. اسمعي بقى الفيديو للآخر وشوفوا بقى أحلى شغل في الفيديو ده. ده فيديو يا حبايب قلبي حصاد الغلة، محصول الغلة. أول حاجة كده نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده يا حبايب قلبي احنا فرشنا المفرش اهوت. حطوا لايك بقى يا حبيبة قلبي، ومتابعة للصفحة اليوميات نهى رزق، والقناة على اليوتيوب باسم منوعات نهى رزق. وتعالوا بقى يا حبايب قلبي كده نشوف حصاد الغلة. صلوا على النبي يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجة يا حبايبي انا هقول لكم حاجة، الايد الشقيانة شبعانة والايد البطالة ايه نكسة. كده يا حبايبي واحنا بنشيل الغلة، المغرب كان يعني ايه فاضل يعني ساعة كده والمغرب يدن. فاحنا دي بقى يا حبايبي الغلة البعيدة فبنقربها بالعربية. فاحنا بنشيل كده يا حبايبي كده الغلة هون نحطها في العربية. طبعا لازم كلنا نساعد بعضنا، اما بيكون عندنا شغل لازم نعود ولادنا ان هم يقفوا جنبنا ويعملوا معانا ويشتغلوا معانا، ونعودتهم على المسؤولية. كده يا حبايبي دلوقتي انا بسوق العربية اهو. ما اختكم ام قلق بقى يا جماعه على يعني انا بسوق كده على قدي. تمام. فشوفوا بقى ام قلق هتسوق العربيه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا بقى العربيه بقى راحت جاريه مني مره واحده، بس الحمد لله عرفت ابطلها. العربيه كانت بتجري، طبعا البنات كانوا بيجروا ورايا خايفين عليا لحسن العربيه تقع مني، بس الحمد لله ربنا ستر. احنا برضو جامدين يا جماعة. دي روان بنتي اللي بتجري دي، حبيبة بقى باين كانت قاعدة جنبي مش عارفة بصراحة. الفيديو ده يا جماعة عندي من زمان، فأنا مش شايفة قوي يعني حبيبة نزلت خافت على نفسها ولا لسه قاعدة. المهم أنا وقفت العربية اهو يا حبايب قلبي، ونزلنا بقى العربية من الغلة كلها على المفرش. دي الغلة دي اللي كانت بيدي حلوين. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. هقول لكم حاجة برضو. البنات دي يا جماعة أحسن حاجة في الدنيا. دي حنين بنتي، حنين بنتي برضو بتسوق العربية وسواقتها عاقلة كده وزي العسل. شايفين بقى حنين بتمشي ازاي بالراحة بالعربية. البنات يا جماعة دول أحسن حاجة في الدنيا. أول حاجة يا جماعة بتبقى شماتة، بس الحمد لله أنا محدش شمت فيا. في ناس تانية كتير انا عارفاهم يعني بتبقى مثلا خلفتهم بنات، ففي ناس يعني ايه بتعايرهم بخلفة البنات، واخرهم يا جماعة حسد. ان شاء الله باذن الله يعني. بس بناتي بسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يخليهم لي يا رب ويبارك لي فيهم. احسن من مليون راجل والله العظيم. حنين بنتي دي بالذات، حنين اي حاجة في ظهر باباها ما بتسيبش باباها، وقلبهم كلهم عليا انا وباباهم. ربنا يخليهم يا رب ويبارك فيهم ويفوهم شر اي حاجة وحشة، هم وبناتكم وولادكم يا رب يا حبايبي، ويستر طريقهم كلهم يا رب بحق جاي النبي وبحق لا اله الا الله. الدراسة دي يا حبايبي هي اتوصلت، طبعا كان المغرب قرب جدا. واقول لكم كمان حاجة يا جماعة، والله العظيم ما في اي حد بينفع حد، مش هينفعك غير ابنك او بنتك. لكن احنا ما كانش حد بيساعدنا. احنا الحمد لله كنت انا وجوزي وبناتي الاربعة درسنا الارض كلها لوحدنا، وربنا عنا ربنا معانا فوق كل حاجة. محدش بيساعد حد يا جماعة، ومحدش بينفع حد. بالعكس اللي حواليك كلهم عايزين يجيبوك الارض. ما فيش حد بيحب حد احسن منه. فربنا يعين كل واحد على اكل عيشه بالحلال. والقعده ما بتجيبش حاجه يا جماعه، وزي ما قلت لكم في اول الفيديو الايد البطاله مش هتاخد ولا لا. يعني ايه؟ الايد البطاله يا جماعه مش بتاكل بالحلال، والله العظيم ما بتاكل بالحلال. ما فيش زي اللقمه اللي بتجيبيها بعرق جبينك. اللقمه اللي بتيجي بالحلال بيبقى لها طعم تاني، طعم حلو كده. بكفايه ان ربنا بيبقى مبارك لنا فيها ومبارك لنا في عيشتنا ومبارك لنا في كل حاجه. المهم يا حبايب قلبي دلوقتي الدراسه هي اشتغلت الحمد لله. ابو الاء كان بياخد ويحط في الدراسه، طبعا انا كنت خايفه عليه جدا، لان هو اول مره بصراحه يلقم الغله كده في المكنه. الارض بتاعتنا دي يا جماعه كانوا في ناس تانية واخدينها زارعينها، فهم سابوها يعني وكده.
الطمع بقى وحش، يلا الله يسهل لخلقه. المهم يا حبايبي، احنا زرعنا ارضنا بنفسنا وربنا بيعيننا والحمد لله، والارض بتاعتنا نظيفة. وبصوا بقى، ابو الاء مخلاها عروسة. عارفين يعني ايه عروسة؟ انتوا طبعا بتشوفوها في الفيديوهات بتاعتي. بناتي طبعا هم يا حبايبي بيساعدوا باباهم، بياخدوا الغلة يدوا لباباهم وهو بيلقم. وانا طبعا باخد الشكاير كده، باخد الغلة من بق المكنة اهيت يا جماعة. والشكارة بتتملى بروح حلاها وحاطة غيرها. وده الراجل اللي هو صاحب الدراسة. اما لقينا لوحدنا فبصراحة الله يجازيه كل خير يا رب. قعد يساعدنا بقى، يشيل ويحط معانا ويلم الغلة كده حوالين المكنة. فربنا يا جماعة ما بينساش حد، والله ربنا ما بينسى حد. وولاد الحلال في الدنيا كتير. وبس اهم حاجة نعود ولادنا اللي هم يعتمدوا على نفسهم، ان هم ما يمدوش ايديهم لحاجة غيرهم، اللي هم ما ياخدوش حاجة مش بتاعتهم. ان هم يا جماعة بصوا يبصوا كده على ياكلوا حاجة. يعني انتوا فاهميني طبعا، انا مش عارفة اعبر لان انا ايه يعني مش لبكة قوي يعني في الكلام. انا اللي في قلبي بقوله وخلاص، الكلام بيجي لوحده. فصلوا على النبي بقى يا حبايب قلبي، واعملوا المتابعة كده للصفحة لو عجبكم الفيديو. وده يا جماعة عيشة الفلاحين، أحلى عيشة والله العظيم. مع ان في ناس يعني يقولوا إيه فلاحين ومش عارف ايه. مالهم الفلاحين؟ الفلاحين دول هم اساس المجتمع. لولا الفلاحين لا نعرف ناكل ولا نعرف نشرب. الفلاحين هم اللي بيجيبوا لنا الدقيق والقمح والحاجات اللي انتوا بتروحوا تجيبوها من المخبوزات. لاش هما والرز والحاجات الحلوة كلها، الطماطم الخيار كل حاجة يا جماعة. لو عجبكم الفيديو يا حبايب قلبي حطوا اللايك. ودعوة حلوة بقى لبناتي، ودعوة حلوة لزوجي، ودعوة حلوة لنا كده. وربنا يجازيكم خير كلكم يا حبايب قلبي. وربنا يا رب يسعد ولادكم ويسعد ايامكم كده كلها. واللي مش بيخلف ربنا يرزقه بالذرية الصالحة يا رب كده. وربنا يسعدكم كلكم يا حبايب قلبي، ويحقق لكل واحد وكل واحدة املها. وده يا حبايبي محصول الزرعة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي يا حبايب قلبي. ربنا رزقنا وروحنا مجبورين والحمد لله. اخر التعب جبر، واخر الصبر جبر برضو. مفيش احسن من الحلال يا جماعة، بقولها تاني والتالت وهفضل اقولها العمر كله. الحلال ربنا بيبارك فيه. الحلال بيبقى اللقمة طعمها حلو.